وبداية فسعر متابعينا الكرام 136,500 ريال شامل الضريبة، يتبقى عليك رسوم اللوحات والتأمين. أما المحرك 4 سلندر 2000 سي سي جير أوتوماتيك CVT دفع رباعي مستمر. طبعا في الرافور 2026 الفيس ليفت توقفت محرك 2500، في البنزين نزلت في الهايبرد بس بالجير اوتوماتيك CVT. الاضاءات طبعا تجيك LED عالي واطي، فيها ليد نهاري، كشاف الضباب LED، حساسات اماميه وخلفيه، شبك باللون الابيض، جنط مقاس 18 انش، دخول ذكي تشغيل ذكي، فتحه سقف عاديه، عندنا سله العفش، اشاره على المرايه تجيك باللون الاسود. بالنسبه للبنزين 16.5 بتقييم ممتاز بلس، له استهلاك وقود السياره. هذه مواصفات السيارة من الخلف. إضاءات خلفية طبعا تجيك LED شرائح، جناح خلفي إلى انبت فرامل، كاميرا خلفية، عدد 4 حساسات، والشنطة الخلفية كهربائية. ناخذ نظرة سريعة على مواصفات السيارة من الداخل. القزاز كهرب أوتو بلمسة واحدة، مقابل السيارة بالكروم، فتحات تكييف خلفية، منافذ شحن، تكييف في النص مع عدد 2 حاملة أكواب، 3 حزمة أمان مع تثبيت مقاعد أطفال. الصف الخلفي طبعا عندنا فيه الستار الخلفية، ما شاء الله تبارك الرحمن. وناخذ نظرة سريعة على مواصفات السيارة من الكونسول الأمامي. القزاز كهرب اوتو بلمسه واحده، سنتر لك، مرايه كهربائيه، مقابل السياره طبعا تجيك باللون الاسود اللامع، مراتب طبعا تجيك مخمل بحركه كهربائيه للسائق، الدركسون، تحكم بالامر الصوتيه، عدد رحلات مثبت سرعه بلوتوث، اوامر صوتيه، عداد الكتروني، شاشه تدعم الكاميرا الخلفيه، تدعم اندرويد اوتو، وضعيه القياده وضعيات الدبل، جلند كهربائي بخاصيه الاوتو هولد، زر التراكشن مع الانزلاق، شاحن لاسلكي، 2 حامله اكواب، تكية في النص مع اللي هو مساحه تخزين. طبعا هذه قدرت تنشال، تخليها طبعا اللي هو زي نظام الماسة، ما شاء الله. المراية الداخلية في نظام التعتيم، إضاءة السقف LED، حاملة النظارة، فتحة سقف عادية، والضمان 3 سنوات، و100,000 كيلو ضمان وكيل سعودي شركة عبد اللطيف جميل.